مرحبا متابعيني، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير حبايب قلبي. اليوم رجعت وياكم فصال قطعة قماش 2.5 متر لبنية عمرها 14 سنة. بس هنا عندي القياسات شوي تختلف. عندي نزلت ال13 عمرها، نزلته لكم. هواي من البنات استفادن من عندي. هنا راح اعطيكم بالاشبار لان حتى شوي ما تصير صعوبة عندكم بالشريط القياس. بنات هنا ناخذ اول ما ناخذ الكتف ناخذه فتر. شوفوا اذا تشوفون الفتر، هذا الفتر اعطيتها انا صبع زياده. شوفوا هذا الصبع زياده يفيدني بالخياط. هي شويه يعني تارسه لي يعني مو ضعيفه، بس اذا ضعيفه يعني تغلين من عندها احسن. هنا عندي سمينه البت، شوفوا هنا صبع انطيته زياده. هذا الكتف. هسه هنا انا طبقتها طبعا بالطول، ما طبقتها بالعرض على عرض القطعه لان يزيد من عندها. هنا عندي حفرة الرقبة الصبعين خليت لها كلش كافي. هنا حفرة الأبط عندي تنزل فتر. هذا الفتر موطيها 3 أصابع، انطيتها زيادة هاي لأن هي سمينة، حنطيها 4 حتى براحتي أخصرها. هنا عندي الخصر مالتها بنات الصدر شبر وتقريب 4 الأصابع. هذا الصدر. هنا عندي شبر الخصر، يعني عندي شبر تقريبا شبرين مثلا. هنا راح اقسم بس صفحة التخصيرة، ما اجيس الجو حتى تصير معلومة عندكم. هنا بنات راح ابدي بسم الله حفرة الرقبة هاي. هنا عندي الكتف النزال مالته ناخذ من عنده الصبع. شوفوا صبع اخذت من عندي، ننزل نزلي حتى بسهولة نقص. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انا راح اعطيها كلش زياده، بس انا شنو خططت لكم على مود تفتهمونها. هاي بنات هنا عندي كملت. راح اخذ الطول، نشوف الطول البدن حتى شنو اقصه. هنا طالب عندي طول تقريبا 116 طولها، طول البنية. ناخذ الطول. طبعا هنا احنا لازم شنو نرتب القطعة، ما نخليها يعني شلون ما كان. هنا نخليها طول 116 بنات، طول البنية. اسحب من عنده شوي هيجي زيادة حتى اطلع الطول وما تحركي القماش هواي. 116. شوفوا بنات هذا طولها. انا ايش راح اسوي؟ راح انطيها شويه زياده تقريبا صبعين، راح اخليها 118. زين بنات، انطيها زياده احسن. دائما قلت لكم انطوا زياده للقماش. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه هنا خلصنا احنا من البدن. طبعا هنا بنات حفرة الصدر اذا واضحة عندكم اخذتها 13 كلش كافي لان هي ما رادتها دلعة كلش. هنا بنات هي نفس هاي الطبقة راح اطبقها واقيس الردم. هسه هنا شوي فيديو سريع حتى اخلص لان مستعجلين عليه كلش. هاي بنات هاد حبايبي. هنا اعطيها زياده لان شوي رادت يعني لاستيكه بالردن، حبه الخرطه يعني الناعمه ما ناخذها هواي. الردن مالتها بنات 50 سنتيم الطول. الردن ناخذها 50 سنتيم. هسه اقيسها لكم بشريط القياس واعطيكم اياه شباب. هنا بنات 50 سنتيم ناخذه. شوفوا الصابون الواحد حتى اخطط لكم به. هاي البنات شوفوا راح اقيسن 50 سنتيم كلش كافي. هنا طبعا انا طابتها كلش هواي، انطيها اقلل من عندها لان هي قلت لكم بنية صغيرة بس يعني سمينة. هنا عندي 50 سنتيم. شوفوا هذا ال50 راح اخذه بالاشبار شبر شبرين وتقريب فتر. انطيها انا هسه سنتيمين كلش كافي
تقريبا 22 العفو 25 كلش هواي يعني زايد. 22 راح انطيها حتى من اللاستيك تصير خرطة راح يرتفع عندي الردل بنات. هنا عندي شنو هذا راح يجي هنا عندي المعصم. المعصم لان قلت لكم لاستيكه راح نطيه 20 سنتي 20 كلش كافي. هذا الردل بنات. هنا عندي قلت لكم فتر الحفرة الردل فتر واربع الاصابع تعطيني تضيفين عليه. هنا بنات شوفوا هذا الردل. هسه هنا راح ابدي ابلش اقصن وانطيها زياده بنات بالقصه. شوفوا انا وين راح اقصن بالزياده. كل ما تعطون زياده للقماش احسن حتى تتحكمون بيه. ما في يطلع عندك يعني ضيق يعني تقدرين تتحكمون بيه بالخياط. هنا بنات خلصنا الردل ما عندنا شي ونبدي هسه نخيط. بنات اتمنى تصعدوا لي الفيديوهات لان جاي اتعب بيها بالتصوير وبالخياط شويه صعوبه عندي حبايبي. اتمنى من عندكم شويه تساعدونا يعني باللايكات حتى الفيديو يصعد انتم تستفادون من عند حبايبكم. هنا عندي بنات اخذت الحفره مالت الابط انطيتها هنا تقريبا زياده اصبعين هواي همينه. شوفوا اذا تشوفونها واضح. هنا بنات عندي صبعين زياده حطيتها لان هي قلت لكم سمينه ما حبت تقصير قويه بيها. تحياتي لكم حبايب قلبي ولا تنسونا بلايك وتعليق واتمنى تصعدوا لي هذا الفيديو.